المزلقات الحميمية في الأساس 3 أنواع: مزلق حميمي ذو أساس مائي، مزلق حميمي ذو أساس سيليكون، ومزلق حميمي ذو أساس زيتي. المزلق الحميمي اللي ليه أساس مائي هو أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا واستخدامًا ما بين الأزواج، لأن هو سهل جدًا في الاستخدام، المادة بتاعته ما بتضايقش أغلب الناس، وفي نفس الوقت ممكن تستخدميه لو أنتِ بتستخدمي الواقي الذكري كوسيلة منع حمل. السيليكون ممكن تستخدميه برضو مع الواقي الذكري، وميزته بالنسبة لي عن المائي ان هو ما بتحتاجيش تكرري استخدامه في نفس العلاقة اكتر من مرة. المائي بينشف بشكل اسرع فبتحتاجي انك تعيدي استخدامه اثناء العلاقة، السيليكون لا. واخيرا الزيتي، والزيتي ان احنا نستخدم الزيوت النقيه تماما زي زيت الزيتون او الالوفيرا او جوز الهند، ولازم يكون زيت اصلي مفيش عليه اي اضافات. مشكله المزلقات الزيتيه ان هي بتطلق الواقي الذكري لو انت بتستخدمي الواقي الذكري كوسيله منع حمل، وفي نفس الوقت كمان بتزود شويه احتماليه حدوث الالتهابات الفطريه المهبليه. وعايزه اقول لك كمان ان المزلق الحميمي مش بس علشان الجفاف المهبلي، المزلق الحميمي ازواج كتير بيستخدموه لزياده المتعه ما بينهم وقت العلاقه الزوجيه.